ايه احساسك يا سعدية لما تجيب البيضة من تحت الفرخة؟ ايه احساسك؟ ولما تيجي تسحبي البيضة تسحبيها ازاي يا سعدية؟ والله يا جوزي يا حبيبي احساس عادي يعني، زي اي فرخه بنجيب من تحتها البيض، والبيض كده كده بنعمله وبناكله. والله يا بابا ايه يعني الموضوع يعني، وايه المشكله؟ زي اي فرخه بتبيض ونجيب من عندها البيض. هتزعل يعني الفرخه ولا هتعيط ولا يحصل لها ايه يعني الفرخه؟ هي كده كده عارفه نفسها اللي هتبيض، والفرخه بتبيض وناخد البيض من تحتيها. وبعدين يا راجل تعالى هنا وانا اقول لك، انت عمال تقول لي الفرخه تاخدي من تحتها بيضه ازاي واحساسك ازاي. المهم يا اخويا ما ناخدنيش في موضوع غير الموضوع اللي احنا فيه. الموضوع المهم يا سعدية اللي عايزة تكلمني فيه. الموضوع يا اخويا هما فيه، عايزه اغير عفش الشقه كله، رمضان داخل علينا بالخير كله، وعايزه اغير السجاد وعايزه اغير الكنب، وفي حاجات كتيره في الشقه عايزه اغيرها مش عاجباني. ما مالها الشقة يا سعدية؟ ما الشقة حلوة وزي الفل. والله يا راجل وما فيه، منظر الشقة مش عجباني، كل حاجة قديمة فيها كده وحاسة عايزة اغيرها وتبقى جديدة كده كل حاجة فيها. هو انت مش واخد بالك بمنظر الكنبة اللي ادمت دي خد فيها الزمن وعطا. انا عايزة اجيب لي طقم حلو كده وشيك واحطه في رمضان على السفرة، انت تعزم قرايبك يعني وعيلتك واعزم عيلتي بالاطباق اللي هي ادمت. لا يا حبيبي، عايزه اجيب لي حاجات شيك كده وحلوه وتليق بيا في رمضان. ما تنسيش يا ماما تجيبي لنا كوبايات حلوه كده في رمضان، زي العصاير كده قمر الدين، وعصاير كتير تعملها لنا في رمضان حلوه يا ماما. طبعا يا حبيبي هجيب لك كل اللي انت عايزه ان شاء الله في رمضان، وهجيب لك فانوس رمضان، واجيب لك كل اللي انت عايزه، حاجات حلوه ان شاء الله. امال ايه يا حبيبي، بس ابوك يشبرق علينا ويدينا كده ويطلع من جيبه. ولا بالحق يا ولا فكرتني، وعايزه اغير نظام الشقه كده واعمل ديكور حلو جديد كده، مش كل سنه نفس الديكور، لازم اغيره كده واخليه فل وقشطه كده في الشقه، واخلي الشقه بتبرق كده يا ولا. امال ايه، يجي قريب ابوك يقعدوا يعيبوا علينا، واحده تقول لي انا جوزي عمل الشقه بالشيء الفلاني، انا جوزي مش عارفه جاب لي ايه بالشيء الفلاني في رمضان. لا انا ما بقاش اقل منهم يا حبيبي. المهم خلاص عشان انت تعبت قلبي. والمهم كل ما يجي رمضان كده يا شيخة تتعبيني، اجيب لك فلوس منين يعني عشان تقعدي ترتبي الشقة وتغيريها وتغيري الديكور؟ مالنا ومال غيرنا، بنمشي على قدنا يا ست وما نبصش لغيرنا. ازاي يا راجل منا ومال غيرنا يعني انت عايز تبقى مراتك اقل من اي حد، ولا اقل من مرات اخوك، ولا اقل من اختك؟ وبعدين يا ست ملناش دعوة بمرات اخويا ولا اختي، خلينا احنا في عيشتنا هنا وخلينا نمشي على قدنا، وبعدين ما نبصش لعيشة غيرنا عشان ما نتعبش. وبقولك كمان انتي لو عايزة حاجتك تبقى زي الفل وترجع جديدة لانك، عليا يا ست اجيبلك شيت مسحوق مية مية، تغسلي المفارش دي غسلة هيرجعولك جداد مفيش بعد كده. والكنبة دي عايزة منك شوية تنظيف حلو كده تنضفيها وتبقى مية المية. لا بابا يا ماما مش لاقيلك شغلانه يتعبك فيها، انا قلتلك يا ماما بابا مش هيديك ولا تغيري اي حاجه في البيت، ما سمعتيش كلامي ولا حتى عبرتيني، تفكرني بضحك عليك يا ماما. انا عارفه بابا يا ماما طول عمره ما يحب يغير لنا اي حاجه في الشقه. اسكت انت يا ولا لما اشوف ايه الموضوع ده. يعني ايه يا اخويا اللي انا انضف واغسل واتعب وحيلي يتهد طول النهار عشان انضف لك وارجع لك الحاجه زي الفل؟ هترجع ازاي الحاجه زي الفل وجديده يعني؟ ما بعينها هتبقى قديمه مهما اغسل فيها. انت تحسسني يا راجل اللي لسه جايه من المصنع يعني لما تتغسل. لك حاجة وما تزعليش نفسك خالص، انا هاخدهم اوديهم المغسلة، اخلي الواد يغسلهم لك غسلة زي الفل ومية المية يرجعهم لك جداد لانج، ولا تزعلي نفسك. انت برضه يا راجل ناوي تعمل اللي في دماغك برضه؟ قلت لك مش هينفعوا، انا عايزه اشتري حاجات جديده. ده ما اقولكش في مفارش حكايه كده وتحفه عمالين يعرضوها على النت، هتهبل عليها وعايزه اجيبها. ماليش دعوه بقى، انا عايزه اجيب اللي قلت لك عليه، انا عايزه اجيب اللي قلت لك عليه.
خلاص يا ستي ولا تزعلي نفسك. اول ما اخد المرتب كده ان شاء الله اول الشهر اديهولك وتجيبي اللي انت عايزاه، وحل عن نافوخي بقى. ايوه بالحق، وكمان عايزه اجيب طقم حلل كده، عمالين يعرضوه على النت، طقم حلل يجنن كده هتهبل عليه. عايزه اجيبه في رمضان برضو واعمل فيه الاكل، حتى على الاقل يشرفني قدام اهلي وقدام اهلك. زينه ما اقولكش يا اخويا، زينه تجنن كده، عمالين يعرضوها على النت، وفوانيس رمضان هتهبل عليها. دي في فوانيس كل ما بيروحوا كل سنة يجددوها كده، مش فوانيس بتاع الزمان يعني، فوانيس حديثة كده وحلوة. وعايزة اجيب لي الولا فانوس، واجيب لي فانوس كده واحطه في الشقة وزينة. يا لهوي عليا وعلى سنين السودة، يا خراب بيتك. طب اجيب لك كل ده منين يا سعدية يعني؟ هو المرتب هيكفي ايه ولا ايه؟ خد لك سلفة ولا تزعل نفسك من مدير الشركة. هو مدير الشركة يعني يأثر معاك ولا يقول لك لا مش هديك؟ ده مدير الشركة بيحبك وروحه فيك. مدير الشركة ايه يا ولية؟ حرام عليكي، انت عايزة تجننين يا سعدية. مدير الشركة ايه اللي هيرضى يديني مرتب ولا يديني سلفة؟ ده المرتب يا شيخة بيدولي بالعافية، بيطلعوا الروح. ايه رأيك يا راجل؟ انا ابيع الغويشة اللي في ايدي دي ولا تزعل نفسك على المرتب ويكفينا؟ هنجيب كل اللي احنا عايزينه في رمضان، ونجيب كل اللي نفسنا فيه، على الاقل حتى نجيب الحاجات نحطها في التلاجة. في حاجات كتيرة ناقصانا، عايزين نجيب عصاير ونجيب حاجات كتير. هو ايه يا اخويا ورمضان داخل علينا ما نجيبش كل اللي احنا عايزينه؟ لا، ده رمضان داخل علينا بالخير كله، ولازم نملى بيتنا بالخير والبركة. بيع الغويشة يا سعدية اللي حلتنا عشان تجيبي كل اللي انت عايزاه في رمضان؟ يا ولية عالي حرام عليكي، دي الغويشة دي جايبها ومخليها للزمن. يا اخويا زمن ايه وبتاع، وفي حد ضامن عمره في الزمن ده؟ خلينا نمتع نفسنا ونجيب كل اللي احنا عايزينه. هيحصل ايه يعني؟ ده مرة في العمر، وبعدين كل سنة كده لازم تتعبني يا راجل؟ كل ما اقولك عايزة اغير حاجة في الشقة، حرام عليك مش كده بقى؟ حق يا اخويا، كمان عايزة اجيب عباية رمضان واصدار رمضان كده عشان اما اروح اصلي بيه في الجامع. امال ايه؟ لازم اجيب لي اصدار حلو كده البسه واروح بيه الجامع واصلي. ده كل الناس هتجيبه. هو انت يا اخويا مفكر الناس ما بتجيبش اصدارات في رمضان؟ لا، بتجيب الاصدار وتخش بيه الجامع في رمضان، حتى اصدار حلو رمضاني كده جميل. غلبت معاك يا سعدية، اللي عايزة تعملي اعملي يا سعدية وسيبيني في حالي بقى، انا تعبت منك ومن طلباتك. وبعدين يا ابو مصطفى يا اخويا، الخير كله دخل علينا في رمضان، وانت يا ابو الخير كله. هو انت بتجيب لنا حاجة وحشة يعني؟ بتجيب لنا الحلو كله، وبعدين احنا لنا حد غيرك؟ ده انت الخير والبركة. بعدين انت عارفة يا سعدية الدنيا مش مساعداني يعني، عارفة لو معايا هجيب لك الخير كله يعني. وبعدين احنا الحمد لله احسن من غيرنا. احنا بنقول الحمد لله احنا احسن من غيرنا، وربنا يزيدنا من نعيمه. هو انا بطرت على حاجة؟ بس بقولك يعني ان انا حابة اغير شوية حاجات كده في الشقة. القط يا ماما العب شوية واقعد على الكمبيوتر. ماشي يا ماما، ما تقعديش تندهي عليا كل ساعة، وكل شوية تقولي لي روحي ارمي الزبالة، روحي انزلي هات حاجة من على الشارع. اخدت الاجازة من المدرسة يا ماما، ما تزهقينيش بقى في حياتي. خلاص يا لامد، روح اقعد يا اخويا على الكمبيوتر شوية، ما بناخدش منك غير اللماضة. يعني ايه يا ولا؟ لما عاوز حاجة من على الشارع مش هتنزل تجيبها لي يعني ولا ايه؟ ده انت هتنزل يا ولا ورجليك في رقبتك. اما انت لازمتك ايه يا ولا؟ خدت الاجازة من المدرسة هتقعدني في البيت، مش هتساعدني خالص. ماشي يا ماما، بس بشرط مش كل ساعة تنزلينا على الشارع يعني، تقولي طلباتك مرة واحدة. مالك يا راجل وشك اتغير كده ليه مرة واحدة؟ ايه اللي حصل يا اخويا؟ ما انت قاعد قدام التلفزيون من صباحية ربنا. هو البيت ده الواحد ما يعرفش ياخد راحته فيه شوية؟ جرى ايه يا سوسن؟ انت هتحاسبيني على اليوم خدته اجازة يعني وقاعد قدام التلفزيون؟ ما تسيب الواد يروح يقعد على الكمبيوتر، خليني اعرف اخد راحتي واسمع المسلسل ده، مسلسل جميل قوي يا سوسن. يا اسمع، حد قالك ما تسمعش؟ ما التلفزيون قدامك اهو من صباحية ربنا، حتى ما اتحركت رحت جبت لنا فطار. بالحق والله يا سوسن فكرتيني، دي اختي جايه النهارده وعزمتها
قلت لها تقعد اليوم معانا، ما تنسيش بمناسبة الأكل يعني تزودي الأكل يا سوسن، عشان هي جاية هي وابنها. ايه اختك سعاد جاية عندنا النهاردة وبتعزمها من غير ما تقولي؟ طب خد اذني الاول واعزمها. وبعدين اختك دي ما بنزلهاش من زور وما بتحبنيش، وانا لله في لله كده ما بنزلش من زور ولا بحبها. معلش يا سوسن، خلي اليوم ده يعدي على خير واستحمليها النهارده، دي ما كانتش كام ساعة يعني، وإن كانت أخت سعاد يا ستي معلش يا سوسن استحمليها وخليك انت أحسن منها، ومعلش هي أختي كده بس قلبها أبيض من جوه. ايوه يا اخويا ما انا عارفه، ده قلبها اسود من جوه يا اخويا من ناحيتي، مش عارفه ليه قرشه منحتي كده على طول دايما. هو انا عملت لها ايه يعني عشان انا مرات اخوها؟ ما انا بقابلها كويس وبعمل لها كل الحلو كله، يا ريت يتمر فيها. اما البنت تيجي تسيب وتلعن فيا وتعاملني معامله وحشه خالص. اختك سعاد انا مش عارفه جوزها مستحملها ازاي. معلش يا سوسن يا حبيبتي استحمليها، والله هي قلبها ابيض من جوه بس هي ما بتعرفش تزوق الكلام، وهي طريقتها كده. عشان خاطر جوزك ابو عيالك استحمليها الساعتين دول لحد ما تمشي، وعدي اليوم ده على خير وخليك انت احسن منها، ومهما غلطت ومهما اتكلمت ما تردش عليها. انا افهم من كلامك يا راجل، اختك لو غلطت فيا وغلطت في اهلي ما ردش عليها؟ ايوه يا سوسن زي بعض معلش، وبعدين الغلطة مش هتلزق فيكي يعني. يعني ايه يا راجل مش هتلزق فيا ازاي يعني؟ بتغلط فيا وتغلط في اهلي؟ طب بتغلط فيا قلت ماشي، لكن تغلط في اهلي وتجيب سيرة ماما وسيرة بابا ده لحد كده وكفاية، ومش هقعد لك فيها ولا ثانية لو اختك قعدت تغلط فيا، انت فاهم يعني؟ ما علينا ماشي، تغلط مش هرد عليها، بس انت تجيب لي حق منها، ما تخلينيش انا اقف قصادها وارد عليها. يا ست تنتظر البلا قبل وقوعه ليه؟ ان شاء الله هي مش هتغلط فيك خالص يا سوسن، وسعادة انا عارفها تعدي اليوم ده على خير. ومن يشهد للعروسة؟ مش اختك لازم تشهد لها وتشكر فيها، اما مراتك ام عيالك لازم تيجي عليها دايما كده عشان ترضي اختك. اما تراضيني انا اخر الناس تراضيني، مش مشكلة عندك، زي بعض وماله. انا معديها لك لما اشوف اخرتها معاك انت واختك سعاد. طول عمرك بنت اصول يا سوسن، وبقول عليكي صاحبة واجب دايما، وعمرك ما بتعملي الوحشة خالص معايا ولا مع اهلي. والله كل ده عشان خاطرك انت، وباجي على نفسي واستحمل كلام اختك سعاد الوحش ليا وغلطها دايما ليا عشان خاطرك انت. وقول يا بنتي عديها زي بعض عشان خاطر جوزك ابو عيالك ده، مهما كان كرامتك من كرامته. ده اللي بيعجبني فيكي يا سوسن. جرس الباب بيرن يا سوسن، قومي شوفي مين اللي بيرن. اكيد سعاد اختي اللي جت واقفه على الباب. الدنيا ايه، افتح لها اختك سعاد يا ربنا يعدي اليوم ده على خير. سعاد اهلا وسهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انا هتفضل يا اختي، وانا جايه عندك، انا جايه ببيت اخويا واقعد براحتي واخش براحتي، مش مستنيه اذن سعادتك يعني تقولي لي خشي. وبعدين يا سعاد انا بقول لك خشي يا اختي، وانا قلت لك حاجه ولا غلطت فيكي؟ ايه لازمته كل الكلام ده على الباب؟ خشي يا سعاد ربنا يهديكي يا حبيبتي. ربنا يهديني ليه شايفاني يا سوسن بشد في شعري يا حبيبتي ولا مجنونه؟ ربنا يهديك انت يا حبيبتي على اللي بتعمليه فيا كل ما اجي كل مره. سعاد اختي نورت يا سعاد يا حبيبتي يا اختي. وبعدين خشي يا حبيبتي، مالك داخله زعلانه ليه؟ ايه اللي حصل؟ مين زعلك؟ والله يا اخويا يا حبيبي مراتك سوسن دايما كل ما اجي على الباب كده تسمعني كلمتين، وانا مش جايه بيت اخويا يعني واخد راحتي. وبعدين يا سعاد يا حبيبتي مراتي ما تقصدش يعني، وسوسن ما تقصدش تقولك اي حاجه تضايقك ولا تزعلك، انت تاخدي الكلام على طول بزعل كده. وبعدين ازيك يا سعاد عامله ايه؟ نورتي بيت اخوك، وتيجي في اي وقت، وسوسن عمرها ما هتكلمك وحش ولا تقابلك وحش، بس انت بتفهمها غلط على طول دايما يا سعاد. منور بيك يا اخويا يا حبيبي، ودايما عامر بحسك. تشربي ايه يا سعاد؟ اعملولك تشربيه تهدى اعصابك يا حبيبتي علينا. شايف يا حسين يا اخويا يا حبيبي مراتك بتكلمني وبتقول ايه؟ رد عليها بقى، طريقتها دي على
وبعدين هي سوسن ما غلطتش في حاجه يعني يا سعاد، ما تكبرش الموضوع يعني. هي بتقولك هتشربي ايه تجيبهولك وبترحب بيك. دايما كده يا اخويا يا حبيبي تقف في صف مراتك ومتقفش في صف اختك سعاد حبيبتك. زي بعض يا اخويا تشكر كتر خيرك، وانا فاكرك هتقف جنبي وترفع من معنوياتي وترد عليها دي وتخليها تحط لسانها جوا بقها شويه. يا رب صبرني وطول بالي يا رب شويه عشان ما ردش عليها. يا رب اديني الصبر من عندك على اللي بتعمله فيا سعاد، ويوم سعاد مش هيعدي على خير النهارده. شايف يا حسين يا اخويا مراتك بتقول ايه؟ طب انا عملت لها ايه دلوقتي؟ رد انت يا حسين على مراتك. هي مراتك شكلها عايزه تتخانق معايا النهارده ومش طايقاني. انا حاسه كده يا اخويا وعندي احساس كده ان مراتك مش هتعدي على خير معايا. ايه رايك بقى يا سعاد؟ اديني قعدت ومش هعمل حاجه خالص. قول له مراتك حاجه يا حسين، عايز اقعد معاك يا اخويا كده على انفراد شويه. هي تقعد كاتمه على انفاسنا كده، ما نعرفش ناخد راحتنا انا وانت يا اخويا يا حبيبي نتكلم كلمتين كده، عشان في ناس كده مش نازله من زور كده، ولا حابه اللي هي تقعد في القعده اللي انا قاعده انا وانت يا اخويا يا حبيبي. معلش يا سوسن يا حبيبتي، خشي شوفي هتعملي ايه في المطبخ وجهزي لنا الاكل، واديني قاعد مع سعاد شويه. انت برضه يا حسين بتكرشني عشان خاطر اختك يعني؟